صفقة إمام عاشور تنحصر في 3 أطراف: النادي اللي هيبيع نادي ميتلاند، والنادي اللي هيشتري الأهلي أو غيره، واللاعب. وبما ان الزمالك مش واحد من ال3، فبأي منطق جمهور الزمالك زعلان وعمال ينزل في فيديوهات وبوستات شتيمة في النادي الاهلي، حتى انهم بقوا يغيروا على مبادئ النادي الاهلي اكتر من الاهلاوية. انتوا بعتوا امام وخلاص، بقى تابع لنادي اللي اشتراه. النادي اللي اشتراه دلوقتي بيبيعه. كل اللي تقدروا تعملوه انكم تدخلوا مفاوضات معاه وتشتروه وتكلموا امام يوقع رغبة في الانتقال لنادي الزمالك. اللي المفروض كنتم تتكلموا فيه ومن زمان هو ليه يتم بيع لاعب مهم جدا للزمالك زي إمام عاشور في وقت الزمالك في أمس الحاجة ليه. تسألوا ليه بيتم بيع اللاعب، وليه في عقد البيع ما فيش نسبة للزمالك من إعادة البيع زي ما كل الأندية بتعمل. هو فيه نسبة من إعادة البيع لكنها مش للزمالك، النسبة للشركة اللي تولت صفقة بيع إمام عاشور، وده أمر عمرنا ما سمعنا به قبل كده. مش هقول الشركة بتاع ولاد فلان ولا علان طالما ما فيش دليل، أصلا مش مهم. المهم إن فيه شبهة فساد في الموضوع وفيه جريمة إهدار مال عام. اسألوا ناديكم الأسئلة دي، تخلوهم يجاوبوا عليها لو عندهم إجابة. من التبريرات الكوميدية للموضوع، واحد كاتب بوست بيقول الموسيقار كان عارف ان نادي ميتلاند كوبري عشان الامام يروح للاهلي، ورغم كده ان تم الصفقة عشان الاهلي ياخده بعد ما شتم رموزه ويعريهم قدام اي مشجع اهلاوي عنده دم. اي والله قال كده، عنده دم. طب يا فيلسوف القرعة البيضاء، ليه ما حطتش نسبة اعادة البيع للزمالك وكده تبقى علمت على قفا الاهلي واخدت منه فلوس وبالدولار كمان. الاهلي لما اعار اليو بادجي شرط تفعيل عقد البيع في العقد، الأهلي كسب من وراه 2,300,000 يورو من إعادة بيعه ومن إعارته. استنى، وقبل ما هتقول لي برونو سافيو، مش هقول لك اللاعب كويس وإنه كولر قعده دكة ومنعه من التدريب عشان إنه هو تمرد عشان كان ليه مستحقات والكلام. ليه يا عم؟ اللاعب كويس وممتاز، عفوا اللاعب صفقة مضروبة وإحنا اتخدعنا فيه. بس لما تبقى صفقة واحدة من بين عشرات الصفقات فالأمر طبيعي وبيحصل مع كل الأندية. ده غير إن الأهلي خرج منها بأقل خسارة ممكنة. كلمني بقى عن صفقات نادي الزمالك. في الختام عايز أنصحكم نصيحة: انشغلوا بأنفسكم وبناديكم، صلحوا بيتكم من الداخل الأول وبعدين اتكلموا عننا وعن غيرنا. سلام.